اليوم راح نسوي مقارنة بين البيبسي الأمريكي والبيبسي الأمريكي الماكس والعادي، بس شوفوا الغاز. واليوم راح يكون عندنا تحدي بين البيبسي الأمريكي والبيبسي العراقي. طبعا هذا منا البيبسي الأمريكي، هذا البيبسي العراقي. بالشكل بالوجه ماكو أي اختلاف بين هاي القوطية وهاي القوطية، بس إذا نديرها ونشوف ذني والكتابات، شوفوا هاي الكتابة. هذا البيبسي الأمريكي من هنا، هذا البيبسي العراقي اللي صار بالعربي، هذا كله إنجليزي ما بي أي كتابة عربي. وهذا البيبسي الماكس وهذا البيبسي العادي. اليوم راح نسوي مقارنة بين البيبسي الأمريكي والبيبسي الأمريكي الماكس والعادي، بين البيبسي العادي العراقي والبيبسي الأمريكي. نشوف ياهو الأطيب. بالبداية نجرب البيبسي الأمريكي العادي. طبعا مبين اكو اختلاف، بس شوفوا الغاز، غازه قوي كلش، سعره غالي كلش. قوطيتين ب3.5، الأمريكي. العراقي ب500 الوحدة. قصة القوطية وبس هذا. اكو اختلاف في الطعم، بس اشوف البيبسي العراقي اطيب بدون ما اذوقه. الغاز البي كلش قوي، بس الطعم ما اعرف. اشوف البيبسي العراقي اطيب من البيبسي الامريكي. شوفوا هنا. جرب البيبسي الماكس. اذا نلاحظ القوطية تختلف منها من فوق، اللي يريد يميز هاي العراقي وهاي الامريكي تختلف. جرب البيبسي العراقي. تقريبا نفس الغاز، ما ركزت على اللون. اشوف هذا شوية اكثر سواد مو، فنجربه مرة ثانية. ركزوا لنا على اللون. هذا الامريكي، اللون نفس اللون تقريبا، والغاز اكثر من الامريكي. طعم لا الامريكي اطيب، هسه ركزت فيه الامريكي اطيب، والغاز يطول اكثر. لا الامريكي اطيب، بس فرق بسيط بس واضح يعني. هذا البيبسي الماكس، هذا الامريكي الماكس. نفس اللون، الغاز مالته هم قوي. طعمه كلش يختلف، كلش يختلف، كلش يختلف. ضايق ايش طعمه بحياتي، ما اعرف هذا شنو. حتى مو يم البيبسي يعني، ما له علاقة بالبيبسي. شكله بيبسي بس طعمه مو يم البيبسي، يختلف كلش. اوصف لكم الطعم ما ادري. حتى الريحة تختلف، ريحته قوية هذا. ما اعرف، كلش يختلف يعني. ما اعرف، حتى مستحيل اقدر اكمل هذا، ما قاعد اقدر اشربه بالقوه. اختلف على ذاك، اختلاف كلش قوي. هذا الماكس هذا كلش قوي، حتى الريحه صارت بالقلاص يعني، ريحته كلش قويه. شنو والله دوخني. اللي مجرب هذا يكتب لنا شنو طعمه.